في بنات أول ما تشوفيهم تقولي دي هادية وناعمة وأنثوية جدا، لكن الحقيقة إن البنت دي ممكن تكون منهارة من جواها ومستنزفة بالكامل. أوقات كتير احنا بنفتكر إن استنزاف الطاقة الأنثوية معناه إن البنت تبطل تهتم بنفسها أو شكلها يتغير، لكن الحقيقة إن الموضوع أعمق من كده بكتير. ممكن تكوني لابسة حلو وبتضحكي وبتنزلي صور، لكن جواكي في تعب مش مفهوم، تعب مش جسدي بس، تعب روحي ونفسي وعاطفي. والأصعب إن ناس كتير أصلا ما تفهمش ده، فيقولولك ما انت كويسة اهو، انت مكبرة الموضوع ليه، انت عندك نعم كتير، بس محدش شايف قد ايه انت من جواكي مرهقة. النهاردة عايزة اتكلم معاكي كأننا قاعدين سوا، من غير تنظير ومن غير كلام مثالي، عن علامات استنزاف الطاقة الأنثوية، وازاي أوقات كتير البنت بتضيع نفسها وهي بتحاول تبقى قوية طول الوقت. أول علامة، إنك حاسة إنك في حرب طول الوقت، حتى وانتي قاعدة في البيت، حتى وانتي المفروض مرتاحة، عقلك مش ساكت، تفكير، قلق، خوف من المستقبل، ضغط، إحساس إن في حاجة لازم تتعمل. البنت المستنزفة نادرا بتحس بالراحة الحقيقية، حتى وقت الراحة بتحس بالذنب، تحس إنها لو وقفت شوية الدنيا هتقع، ولو طلبت مساعدة تبقى ضعيفة. وده بيخلي الطاقة الذكورية عندها شغالة 24 ساعة. والمقصود بالطاقة الذكورية هنا مش إنك تبقي راجل، لأ، المقصود إنك طول الوقت في وضع لازم أتحمل، لازم أشتغل، لازم أقاوم، ولازم أسيطر. ومع الوقت روحك بتتعب. تاني علامة، إنك فقدتي إحساس المتعة، الحاجات اللي كانت بتفرحك بقت عادية، بقت تقيلة. حتى الاهتمام بنفسك ممكن يبقى عبء. الميك اب اللي كنت بتتبسطي بيه، العناية بنفسك، واللبس، الخروج، كل ده بقى محتاج مجهود. وفي بنات بتوصل لمرحلة إنها حتى وهي خارجة أو بتضحك حاسة بفراغ داخلي. وده لأن البنت لما تستنزف عاطفيا لفترة طويلة بتبدأ تنفصل عن إحساسها بالحياة. تالت علامة، العصبية والحدة. ودي نقطة مهمة جدا، لأن ناس كتير بتفتكر إن الأنوثة معناها هدوء دائم، وده مش حقيقي. البنت المستنزفة ممكن تبقى عصبية جدا، مش لأنها وحشة، لكن لأنها محملة فوق طاقتها. ممكن كلمة بسيطة تعصبها، طلب صغير يخنقها، صوت عالي يوجع أعصابها، لأن جهازها العصبي أصلا بقى مضغوط. وأوقات البنت تبقى محتاجة حضن، لكن بدل ما تعيط تتعصب. محتاجة أمان، لكن تطلع بصورة قوية وعدوانية. رابع علامة، إنك طول الوقت بتدي، ودي من أخطر العلامات فعلا. البنت اللي طاقتها الأنثوية مستنزفة غالبا بتكون متعودة على العطاء الزائد، تدي اهتمام ووقت واحتواء وحب، وتستحمل فوق طاقتها، وفي الآخر تلاقي نفسها فاضية، لأن مفيش حد بيرجع نفس الطاقة. وده بيحصل كتير للبنات المتعودة تربط قيمتها بالعطاء، تحس إنها لازم تفضل مفيدة عشان تتحب، لازم تسمع مشاكل الكل، لازم تحتوي الكل، لازم تبقى متاحة طول الوقت، ولو قالت لأ تحس بالذنب. خامس علامة، إنك ما بقيتيش حاسة بأنوثتك من جوه. حتى لو شكلك أنثوي، حتى لو الناس شايفاكي جذابة، جواكي مطفية. وممكن جدا تلاقي بنت جميلة جدا
لكن طاقتها مرهقة بشكل يخلي أي حاجة في الحياة صعبة عليها. لأن الأنوثة مش بس شكل، الأنوثة إحساس بالأمان، بالراحة، بالاحتواء، بالسلام الداخلي. لما البنت تعيش فترة طويلة في خوف أو ضغط أو قلة تقدير، بتبدأ تنفصل عن الجزء الناعم جواها. سادس علامة، إنك بتحاولي تثبتي نفسك طول الوقت، ودي مرهقة جدا نفسيا. تحس إن لازم تنجحي عشان تبقي كفاية، لازم الناس تعجب بيكي عشان تحس بقيمتك، لازم تبذلي مجهود مضاعف عشان تتحبي. وأوقات البنت تدخل علاقات كاملة وهي بتحاول تستحق الحب، تفضل تثبت وتثبت وتثبت، وفي النهاية تتعب. الحب الصحي مش المفروض يحسسك انك في امتحان طول الوقت. سابع علامة، الإرهاق الجسدي، وجسمك هنا بيبدأ يقولك كفاية. قلة طاقة، خمول، صداع، توتر وأرق، أو حتى نوم زيادة عن الطبيعي. أوقات الجسم بيصرخ بس احنا متعودين نتجاهله، والمشكلة ان البنات متعودين يتحملوا جدا لدرجة ان التعب بقى طبيعي بالنسبة لهم. تامن علامة، انك بقيتي بعيدة عن نفسك، ودي يمكن اكتر نقطة مؤلمة. تبقي مش عارفة ان انت بتحبي ايه، ولا نفسك في ايه، ولا حتى مين انت فعلا. كل وقتك وطاقة عقلك رايح للناس، للمشاكل، للضغوط، لدرجة انك نسيتي نفسك. وفي لحظة هدوء تسألي نفسك، انا فين؟ تاسع علامة، انك صعب تستقبلي، ودي نقطة مهمة جدا في الطاقة الأنثوية. في بنات تعرف تدي لكن ما تعرفش تستقبل. لو حد ساعدها تتوتر، ولو حد دلعها تستغرب، لو حد اهتم بيها تحس انها مش متعودة. ليه؟ لانها متعودة تبقى هي السند دايما، ومع الوقت ده بيتحول لإرهاق داخلي شديد. وعايزة اقول حاجة مهمة جدا، استنزاف الطاقة الأنثوية مش معناه ان فيكي مشكلة، لا، ومش معناه انك فشلتي كأنثى. بالعكس، اوقات كتير ده بيكون نتيجة انك اتحملتي اكتر من اللازم، اتعرضتي لضغط زيادة، خذلان، قلة امان، علاقات متعبة، او مسؤوليات اكبر من سنك او طاقتك، فبقيتي طول الوقت في وضع البقاء. لكن الخبر الحلو انك تقدري ترجعي لنفسك تاني، ببطء وبهدوء ومن غير ضغط. ابدأي اسمعي لنفسك، اسألي نفسك، انا فعلا تعبانة من ايه؟ مين بيستنزفني؟ ايه الحاجات اللي بتطفيني؟ وايه الحاجات اللي بترجعني للحياة؟ ابدأي حطي حدود. مش لازم تبقي متاحة طول الوقت، ومش لازم تنقذي الكل، ومش لازم تشرحي نفسك لكل الناس. واهتمي بجهازك العصبي، نامي كويس، خدي وقت هدوء، قللي الضوضاء حواليكي، اتحركي، كلي كويس، اعملي حاجات ناعمة تحببك في الحياة تاني. ومهم جدا تبطلي تعاملي نفسك كآلة. انت انسانة وليكي طاقة وحدود ومشاعر. وفي النهاية عايزة اقول لكل بنت حاسة انها مطفية من جوه، انت مش محتاجة تبقي اقوى، يمكن انت محتاجة ترتاحي بس. مش لازم تفضلي تحاربي طول الوقت عشان تستحقي الحب او التقدير او الامان. ولو حسيتي ان الكلام لمس حاجة جواكي، اكتبي في التعليقات، هبدأ ارجع لنفسي تاني.